النقرس او زي ما كانوا بيسموه زمان داء الملوك، وده لانه بيجي من كتر اكل اللحمه خصوصا اللحوم الحمراء والكبد، وكمان بيجي من كتر اكل الفول. عشان كده ده اكتر مرض منتشر عند المصريين. كمان بيجي من شرب المشروبات اللي لونها اسود زي المياه الغازيه والشاي والقهوه. والنقرس معناه زياده حمض اليوريك في الدم، وحمض اليوريك لما بيزيد في الدم بيبدا يتجمع على شكل كريستالات في المفاصل. ده بيخليك تصحى من النوم رجلك مولعه مش قادر تحطها على الارض، وكمان صباع رجلك الكبير وارم ومش قادر تحركه، وطول ما انت ماشي بتحس بوغز ابر تحت رجلك. والهجمه بتاعت النقرس دي غالبا بتجيلك بالليل او الصبح بدري. وعشان تعالج النقرس فلازم تقلل من اكل اللحوم الحمراء، لازم تقلل من اكل البقوليات خصوصا الفول، تقلل من شرب المشروبات الغازيه والسكريات، ولازم تقلل من شرب القهوه والشاي. وبعد كده يجي العلاج. هتاخد يوريفين فوار كيس على نص كوبايه ميه مرتين في اليوم، وكل ما يجي لك نوبه النقرس او الوجع في المفاصل هتاخد الكتافلام قرص عند اللزوم. كمان في الحالات الشديده بنستخدم مضاد للالتهابات قوي اسمه الكولشيسين، وده بيستخدم مرتين في اليوم. كمان للورم والالتهابات هتاخد الالفنترن 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه. اما بقى عشان تقلل اليوريك اسيد في الدم فهتاخد الفيبيوريك 80 قرص مرتين في اليوم. اما لو عندك مشاكل في القلب فبلاش منه الفيبيوريك، وهناخد بداله النو يوريك 300 حبايه بعد العشاء كل يوم. الروشته دي كلها هتقلل لك اليوريك اسيد في الدم وهتخفف لك النقرس. امشي على الروشته دي وادعي لي. لو شايف المحتوى اللي بنقدمه ده مفيد اعمل لايك وشير لكل اصحابك، وتابعني عشان يوصلك كل جديد.